لو في قناة لسه بتبدأ يبقى الشرح ده مهم جدا. ده يعتبر دليل استراتيجي لأي صانع محتوى بيدور على أول مشاهدين حقيقيين ليه. خلينا ندخل في الموضوع على طول ونعرف إيه اللي بينجح بجد. طيب، أكبر غلطة ممكن أي صانع محتوى جديد يقع فيها هي إيه؟ إنه ببساطة ينشر فيديوهات وخلاص، بشكل عشوائي تماماً، من غير أي خطة أو استراتيجية. ودي بالظبط المشكلة الأساسية اللي لازم نتكلم عنها. بس لحظة، هل الحل فعلا هو نشر أي فيديو يجي في بالنا وخلاص؟ الإجابة وبكل بساطة هي لأ، وده عكس اللي ناس كتير بتعمله. الحقيقة إن مش كل أنواع الفيديوهات مناسبة للقنوات اللي لسه في أول طريقها. في أنواع معينة لازم نركز عليها. وهنا بقى النقطة الجوهرية. الموضوع مش صدفة أبداً. النجاح على يوتيوب خصوصاً في البداية هو استراتيجية. الفكرة كلها في اختيار أنواع الفيديوهات اللي الخوارزمية نفسها بتحبها وبترشحها للناس. صدق أو لا تصدق، في أشكال معينة من المحتوى يوتيوب بيزقها بنفسه عشان توصل أسرع، بالذات للقنوات الجديدة. تمام، يبقى خطة الشرح بتاعنا هتكون كالتالي. هنبدأ الأول بغلط القنوات الجديدة، وبعدين هنشوف المحتوى اللي بيقدم حلول، والمحتوى التنظيمي، والمحتوى القصصي، وفي الآخر هنجمع كل ده في الخطوة اللي جاية للنجاح. ممتاز، يبقى احنا كده عرفنا ايه الغلطة اللي لازم نتجنبها تماما. دلوقتي خليني ندخل في أول نوع من المحتوى اللي بينجح فعلا، وهو المحتوى اللي بيقدم حلول. وده اللي بيركز على تقديم إجابات واضحة ومباشرة للأسئلة اللي الناس بتدور عليها بالفعل. طيب، يعني إيه محتوى بيقدم حلول؟ الموضوع أبسط مما نتخيل. هو أي فيديو بيجاوب على سؤال واضح ومباشر، زي فيديوهات كيفية أو إزاي تعمل كذا، أو مثلا شروحات لبرنامج معين، أو طريقة عمل حاجة خطوة بخطوة. كل دي بتندرج تحت النوع ده. وسر قوة النوع ده من الفيديوهات هو إنه بيضرب على وتر حساس جدا. أغلب الناس بتدخل يوتيوب أو جوجل لسبب واحد، عندهم مشكلة ومحتاجين حل وحالا. فلما الفيديو بتاع القناة يقدم الحل ده بشكل واضح، هو مش بس كسب مشاهدة، لا، هو كسب ثقة المشاهد، ودي أهم حاجة. يلا بينا نروح للنوع التاني من المحتوى الناجح، وهو المحتوى التنظيمي. من اسمه كده، دوره إنه ينظم ويرتب المعلومات للمشاهد بطريقة سهلة وواضحة عشان يستوعبها بسرعة. أول شكل في المحتوى التنظيمي هو فيديوهات القوائم، كلنا عارفينها. أفضل 5 طرق لكذا أو أهم 10 نصايح لكذا. النوع ده من الفيديوهات بيحقق مشاهدات عالية جدا. ليه بقى؟ السر كله في الفضول. المشاهد بيبقى عايز يعرف إيه هي كل النقط اللي في القائمة، وده بيخليه مكمل الفيديو للآخر عشان يوصل لإجابة كاملة. الشكل التاني جوه المحتوى التنظيمي هو فيديوهات المقارنات. طبيعي جدا إن الناس قبل ما تاخد أي قرار مهم بتحب تقارن بين الاختيارات المتاحة، والمثال اللي قدامنا ده واضح جدا. فيديو بيقارن بين العمل الحر والوظيفة الثابتة، بيوضح مميزات وعيوب كل طريق عشان يساعد اللي بيتفرج ياخد القرار الأنسب ليه. ودلوقتي وصلنا لآخر وأقوى فئة من المحتوى، المحتوى القائم على السرد. وده بيستخدم أقوى سلاح ممكن لجذب الانتباه على الإطلاق، القصة. خلينا نشوف ده بيتعمل إزاي. أول شكل معانا هنا هو فيديوهات التجارب. زي المثال ده، جربت أطبق طريقة إنتاجية جديدة لمدة 30 يوم. الفيديوهات دي بتخلق حالة فضول مش طبيعية عند المشاهد، لأنه بيبقى متحمس جدا يعرف إيه اللي حصل في الآخر، إيه كانت النتيجة النهائية للتجربة دي. والشكل التاني والأخير في الفئة دي هو القصة نفسها، الحكاية الصريحة. ممكن تكون قصة نجاح تلهم الناس، أو حتى قصة فشل فيها دروس وعبر مهمة جدا. القصص ليها تأثير قوي لأنها بتخاطب حاجة جوانا كلنا. عقلنا البشري مبرمج بطبيعته إنه يحب القصص ويتعلم منها. تمام قوي. كده احنا استعرضنا الأنواع الخمسة. طيب، ايه الخطوة اللي بعد كده؟ الخطوة الجاية هي إننا نجمع كل ده في استراتيجية واحدة واضحة ومتكاملة لأي قناة لسه بتبدأ. ال5 أنواع دول نقدر نعتبرهم صندوق الأدوات الاستراتيجي لأي قناة. عندنا فيديوهات حل المشكلات، فيديوهات القوائم زي توب 5، فيديوهات المقارنات، فيديوهات التجارب، وأخيراً فيديوهات القصص. دي هي نقطة الانطلاق القوية اللي أي حد محتاجها. طيب، اشمعنى ال5 دول بالذات؟ ليه هم اللي بينجحوا؟ ببساطة لأنهم بيشتركوا في 3 حاجات مهمة جدا. أولاً، سهلة الفهم على اللي بيتفرج. ثانياً، الناس هي اللي بتدور عليها بنفسها في البحث، يعني الطلب عليها عالي. وثالثاً، هي بطبيعتها جذابة وممتعة، فبتخلي المشاهد يكمل الفيديو للآخر. بس بعد ما الفيديو الرهيب ده يتعمل، بيفضل فيه سؤال أهم كمان: إزاي نختار عنوان يخلي الناس لازم تضغط عليه وتتفرج؟ ده سؤال حاسم ومفصلي في رحلة أي صانع محتوى، ويمكن ده يكون موضوعنا المرة اللي جاية.
كده خلصنا فيديو النهاردة. لو عجبكم اعملوا لايك، ولو مش مشتركين في القناة اعملوا سبسكرايب علشان يوصل لكم فيديوهاتنا اللي جاية. ولو في أي استفسار عندكم اكتبوه في التعليقات وهجاوبكم عليه. بتمنى لكم الاستفادة دايما، واشوفكم على خير في الفيديوهات القادمة.